العربي هو الرابح الوحيد هذه الليلة بين الفرق الكويتية المشاركة في البطولة الخليجية للأندية، فالزعيم استضاف الرفاع البحريني في المنصورية تحت أنظار جماهيره المتعطشة الباحثة عن اللقب الخليجي بعدما افتقدته في السنوات الماضية. بداية الرفاع الغير طبيعية أوحت للجميع أنه سيصبح صيدا سهلا للعربي الذي بدأ هادئا ليهدد مرمى الرفاع بأكثر من تسديدة من أكثر من مكان. وبعد انقضاء النصف الأول من الشوط يباغت لاعب الرفاع داود سعد دفاع العربي وينفرد بالمرمى، لكن محمد غانم خرج في الوقت المناسب. التهديد الثاني من قبل الرفاع جاء بهدف بعد أن مرت عرضية محمد سعد من الجميع ووصلت للقادم من الخلف عبد الله عمر فسددها بالمرمى مباشرة. وبعد الهدوء يعود التهديد الرفاعي من جديد، كرة عبد الرحمن خميس تعلو العارضة بقليل. الشوط الأول ينتهي بهدف الرفاع الوحيد، ويأتي الشوط الثاني بآمال عرباوية تتجاوز التعادل وتهدف للفوز، ونال العرباوية ما يريدون. فالبداية كانت عند الحصول على هذا الخطأ ليتصدى له علي مقصيد ويلعب الكرة في المرمى محرزا التعادل رغم محاولة الحارس، والنهاية كانت بعدها ب5 دقائق فقط، فطلال نايف ينقض على الكرة ويقطعها ويمرر للموسوي، وطلقة منه تسكن مرمى دوسري الرفاع واضعا فريقه في المقدمة. محاولات من هنا وهناك والرفاع يريد الوصول لمرمى غانم العربي بأي وسيلة باحثا عن التعادل وسط استبسال الدفاع العرباوي، وفريح يخرج في الوقت المناسب ويبعد هذه الكرة من أمام البديل المخضرم سلمان عيسى. الرفاع البحريني زاد من ضغطه في الدقائق الأخيرة باحثا عن التعادل، لكن حارس العربي محمد غانم حضر في الوقت المناسب خاصة أمام تسديدة حسين سلمان في الوقت بدل الضائع. فريق الرفاع يعني فريق أول مرة نلعب معاه، يعني فاجأنا بتكتيك معين، كانت الخطة غير يعني حاطينها ببالنا، وبس يمكن الفرق معنا شوية بالنص أنهم كانوا مسيطرين على النص أكثر، والحمد لله يعني هجمنا وضيعنا، ويعني بعد ما دش علينا جول بالعكس يعني فريقنا شوية صح يعني مثل ما تقول، الحمد لله عوضناها بجولين وفضل الله سبحانه وتعالى فضل اللاعبين. حتى فترة قصيرة يعني أسبوعين شهر تقريبا ما عندنا لها البطولة هذه بالدوري، يعني بس نحافظ على مركزنا، نحاول نجمع نقاط أكثر، لكن بهالموسم ما باقي لها البطولة وعيننا عليها إن شاء الله وبنحاول ننافس عليها كثر ما نقدر. ليش فينا هدف مباغت يمكن هجمة مرتدة، حبينا بين الشوطين تعهدنا ان شاء الله نعوض المباراة، دشينا وشفت انت الضغط في بداية الشوط الثاني لين ما احرزنا هدف التعادل ومن بعد احرزنا هدف الفوز. وبالنسبة لنادي الرفاع نادي صراحة فريق كبير يضم عناصر خبرة، سلمان عيسى، عبد الله برزوقي، طلال يوسف وحسين سلمان، لاعبين صراحة ذو خبرة منتخب البحرين، بس الحمد لله ربع مجهود الربع قدرنا ان ناخذ المباراة والنتيجة. العربي بفوزه اليوم تأهل لملاقاة المحرق البحريني في الدور قبل النهائي في مواجهة يطمح من خلالها الزعيم للفوز والوصول للمباراة النهائية وإعادة ذكرياته الجميلة مع هذه البطولة. مبارك الدوسري، ملعب الوطن.